شمعة بالكنيسة وفرحة بكل بيت. حياكم الله. عيد المسيح كان مناسبة دينية واجتماعية تعبر عن عمق التنوع الديني والقومي في خانقين. كان العيد يحتفل به بروح مشتركة بين المسلمين والمسيحيين والكرد الفيلية. البيوت المسيحية كانت تفتح أبوابها لاستقبال الجيران وتبادل التهاني، والكنيسة كانت تمثل مركز الاحتفال والشموع والترانيم والأجواء الروحانية. وكان الأطفال ينتظرون العيد بفرح لما يحمله من هدايا وأجواء مميزة. تبادل الحلويات والزيارات كان جزءاً أصيلاً من طقوس العيد، وكان الاحتفال يعكس صورة خانقين كمدينة تعايش ومحبة عبر تاريخها. ورغم التهجير والتغييرات بقي عيد المسيح حاضراً في ذاكرة المدينة. برأيكم هل ممكن ترجع خانقين تعيش نفس روح التعايش؟ كتبوا لي بالتعليقات. كل عام أخوتنا المسيح بألف خير.